كده والله والله العظيم ما كده، مش هصحى على الساعة 6 على خبر لا يسر العدو ولا الحبيب. خبر كده لا يسر العبيب ولا الحبيب ولا العدو زي ما بيقولوا كده. الساعة 6 اصحى لاني كره عيني الصحيان بدري. بص لو على جاستي ما اصحاش الساعة 6، بس قلت هعمل ايه؟ المضطر يركب الساعة. جالي خبر الساعة 6 الصبح لازم تقف. الله يرضوكوا الله يهديكوا الله يرضوكوا الله يهدوكوا. قالوا لي لا لازم تقف. خير، قالوا لي لازم تقفي دلوقتي اهو. اضطريت ان انا وقفت، طلعت الحله بتاعتي واختي رنت عليا انا جايه عليك يا بنتي يا بنت الله يهديكي. قالت لي انا جايه دلوقتي، اعملي لي بطايه واحشيها لي كمان واحشي لي الزور بتاعها كمان، انا عايزه اكل البطايه بالزور بتاعها. تتأمري عليا يا اختي، تتأمري عليا ان شاء الله. ايه وجع القلب ده؟ الساعه 6 في حد بيروح لحد الساعه 6؟ في حد بيروح لحد الساعه 6 يا جماعه؟ ده انا ما فطرتش حد. خلي عندكم شويه دم. هاتيلي 2 كيلو لحمه وانت جايه حق البطايه اللي انا هعملها لك دي. بصوا البطايه منقوعه في ملح، ومش هين عليا ان انا اطبخها، انا هين عليا ان انا احضن السرير بتاعي واخش انام دلوقتي. المهم الفيديو كامل هينزل على اليوتيوب، ادخلوا على اليوتيوب وتابعوني وقولولي ازيك يا ام لميس. تابعوني على الانستجرام نيره فؤاد، على كوي نيره فؤاد، على اليوتيوب نيره فؤاد 11000 بس. يرضوكوا مزعليني والله ما انا مكلماكم تاني. يلا باي. لا هي دي، لا والله هي. تعالي نعمل مع بعض بقى حشي لا ذكر البط اللي انا جايباه. نعمل دي رز اللي بمعلقه ومش عارفه ايه، هو بتقلب بالايد يا اختي. نجيب حبه رز، حبه كمون صغار مش الكتري، حبه فلفل اسود. عندها حساسيه اول ما بشم ريحه الفلفل الاسود بدلنا اعطس مش عارفه ليه. مع بصلايه، مع حبه زيت. اديله ادي بقى يا معلم، اديله ادي. نعمل ايه بقى؟ نشمر كده. حطيناهم كلهم على بعض. الناموس اكلف اليومين اللي انا رحت لها. نعمل كده بقى. بصوا لازم تعملي كده، لازم تبكي جامد على الرز عشان يبلع الفلفل الاسمر ويبلع البصل. بصوا بعد كده احشي. استنوا احشي بقى اوريك. يا مدلع يا مدلع يا مدلع يا مدلع. بص عملنا البطايه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزلها هنا، نجيب عليها بصله، نحط لها بالبصل، ننزل عليها ببصلايه وفلفل اسمر وكمون وحبهان وورق لورا. لازم ندلع البطه كده، لازم ندلعها كده. بس اهم حاجه ما تحطوش ملح. ليه بقى؟ عشان تستوي بسرعه. الملح بيأخر السوا. لو انتوا حطيتوا ملح الملح بيأخر السوا. ما تحطوش ملح على الاكل. اي اكل ما تحطوش عليه ملح الا لما يجي خلاص ما يكون مجرب يستوي خلاص. حبهان غالي، عشان يا ام ادم حبهان. هنحط 3 بقى. نسيبها ايه تغلي يا معلم. ونعمل ايه بقى؟ نعمل لهم صينيه رز وصينيه بطاطس. ايه رايكم؟ اللي انتوا بتشوفوها دي طبعا اكيد انتوا بتقولوا ايه؟ كل اكلها من بره ما بتعرفش تطبخ، كل اكلها من بره ما بتعرفش تطبخ. على فكره انا بعرف اطبخ جدا، بعرف اطبخ جدا كويس. هي العين دي مش راضيه تطلع ليه اهو.
اخيرا العين ولعت. بصوا عايزين تاكلوا رز طباخ فعلا، رز طباخ. شفتوا الرز الفلاحي اللي بتاكلوه عند الطباخين؟ اقسم بالله انا بعمل احسن منه، قسما بالله انا بعمل احسن منه. مش يغركم بس ان انا بصور فيديو وانا بجيب اكل من بره ولا كده. انا شيف مطبخ، شيف معنى شيف يعني شيف نيره. بس انا ما معيش حد يا جماعه هطبخ لمين؟ انا ما معيش حد، ولا معي امي ولا معي اختي ولا معي اي حد. بضطر ان انا ايه، اجيب اكل جاهز من بره. بروق راسي بقى، هطبخ لمين؟ مين هياكل معايا؟ مش عارفه ايه. بضطر ان انا اعمل ايه، بشتري اكل جاهز من بره. بصوا واحنا بنحمر الشعريه القمر دي لازم نحط عليها ايه، ورق لولو. مش تحطه متكسر عشان خاطر ايه، هي بيطلع من الرز يعني. بعد ما تسوي الرز بتشيلي ورقه تحطوا كده 5 ورقات. بصوا بتقعدوا ايه، تقلبوا الرز مع الورق اللولو. يعني الشعريه دي بتتحمر مع الورق اللولو كده، اقسم بالله تاكلوا حبه رز. بصوا الورق اللولو ده الطباخ اساسا بيعملوا كده، بيخلي ليكوا ريحه الرز تحفه. هتشوفوا والله العظيم. يعني انا ما شاء الله انا طبيخ جميل جدا جدا. بس انا اللي بيسال بقى انت اكلك جاهز انت ما تعرفيش تطبخي كده، انا بكسل اطبخ. انا لوحدي هطبخ مع مين يعني؟ ما معيش حد اطبخ معاه. بضطر ان انا ايه، اشتري اكل جاهز من بره وخلاص. اما النهارده بطبخ ليه بقى؟ خاطر الست ام ادم اختي جايه لي النهارده وقالت لي انا نفسي اكل البطه منك. هضطر اعمل لها صينيه بطاطس في الفرن واعمل لها رز بقى. انا ما بطبخش غير لما يكون حد جاي لي بس عشان اوفر لي فلوس بس. كل ما اشوف في فيديوهاتي تقول لي انا لما بجيكي بتطبخي، لما امشي بتشتري جاهز. اشتري جاهز مره وانا عندك يا شيخه. انا اشتري جاهز، انا ما اخسرش فلوس انا يا ام ادم. انا ظروفي صعبانه يا ام ادم. بصوا هنحمر الشعريه ونرجع لكم تاني. الشعريه عملت ايه، حمرتها كويس جدا. هننزل عليها قد ايه بالرز يا ستموني. والله ببقى مبسوطه قوي وانا بطبخ اقسم بالله. كانوا نفسي حد ياكلني الواحد لما بيكون لوحده ما بياكلش اصلا يعني، انتوا فاهمين. بس لازم تشوحي جدا الرز مع البصل. ارجعي ورا يا ماما عشان الشعر. لازم تشوحي الرز كويس جدا مع الشعريه عشان خاطر ايه، ينشف كويس. عندي حبه ملح، اخر حبه ملح. وتجيبي بقى ايه بعد ما بتشوحيه كده، شفتوا الشرب ازاي بيقعد يعمل نظام ترقعه كده. الميه بتاعت الرز الشربه تقعدي تشوحي كده كده. اقسم بالله تاكلوا حبه رز اكنه رز طباخ فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى ايه، حبه شوربه من شوربه البط ونحطها على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. تقعدي تشوحي كده. بعد كده ننزل عليه بميه بقى، مش تكتري عليه ميه عشان يطلع مفلفل. مش تكتري عليه ميه. سيبه بقى ايه يا دوب بس يفور فوره صغيره ووطي عليه النار. تسلم ايد حبه الرز اللي انا هعمله. بصوا بقى اعملوا طريقه الرز ده، اقسم بالله طريقه جميله جدا جدا جدا. انا بحب اعمله كده وتشمي ريحه الرز. اصلا اكل طباخ وريحته بتجيب من على بعد قد ايه، من على بعد السلم بتاعنا. لا اي حاجه النهارده هطلعها عشان خاطر ام
طلعت ديت اسمها المحشره ولا الصينيه، انا بقول عنها المحشره. اتبطوا بقى وقعدوا ساكتين واسكتوا. انا بقول عنها المحشره وعمري هقول عنها المحشره، معرفش اسمها ايه غير هي المحشره. طبعا انا بفرم الطماطم هنا، استنوا بصوا فرمه الطماطم هنا بالبصل مع بعض ني في ني. بسم الله الرحمن الرحيم. عماله ني في ني. وهجيب ايه هنا؟ بصوا البطاطس خرجتها، هنعمل صينيه بطاطس كده ني في ني على السريع. مش كفايه عامله لهم رز وشوربه، عايزين بطاطس كمان؟ ايه الطمع ده؟ هنجيب حبه زيت كمان، مش هنكتر زيت. هنجيب المعلقه الصغيره دي، نجيب حبه الملح. لا احنا المفروض انا الصراحه بستعمل الفلفل الاسمر ده في كل حاجه عندي، وبالذات الورق اللولو كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في اي حاجه في الطبيخ لازم احط منها، ليه؟ بيخلي ريحه الاكل جامده جدا، جامده جامده يعني. طبعا حطينا الزيت زي ما انتوا شفتوا. هنجيب حبه ميه كمان نحطها عليها ونولع الفرن شويه قبل ما نعمل، يكون الفرن اتحمص شويه. وقلب بقى يا معلم. حبه صينيه بطاطس من ايد نيره، تسلم ايديا يا عينيا. بصوا غير ايه بقى، لسه في حاجه تانية انا بعملها. كان في نص بصلايه كده حطاها، فرمت نصها في الخلاط والنص التاني انا بحب اعمل اصلا افرم الطماطم في الخلاط. ولا الشيف براك ولا الشيف براك، شيف براك يا معلم، شيف براك يا معلم. بس انا الاقي حد ياكلني بس، وربنا لا اعمل لكم اكل كل يوم يخطر على بالكم، بس الاقي حد ياكلني. بس المصيبه ان انا مش بلاقي حد ياكلني، بكسل ان انا اكل لنفسي. واحلى صينيه بطاطس، احلى صينيه بطاطس. يا لهوي كانت هتتقلب عينكم شين. الله اكبر. يلا يلا براحتي. جبت البطه، جبت البطه عملناها، شايفين؟ ونحمرها. انا بحاول ادارك يا ام كرمه بكل الطرق. عماله اجي كده وانت تيجي كده. لسه عملت البطه وخلاص، عملنا صينيه البطاطس القمر دي. البطاطس لا استوت بقت جميله. بصوا تسلم ايدي، تسلم ايدي يا عينيا، تسلم ايدي على ذكر البط اللي انا عاملاه ليها. من ايديا تسلم عينيا. نكمل كده اكل البطه قبل ما اوديها لك.